شبكة لتجارة الأعضاء في الغربية مكونة من 41 طبيب متخصصين في الجراحة والتخدير من كبار أساتذة الطب في مصر، وده بالاشتراك مع سيدات من الغربية وخاصة مدينة المحلة الكبرى، وتم القبض عليهم ومعاهم 75 طفل، وقائمة منشورة بأسمائهم. إيه اللي بيحصل وإيه شبكات تجارة الأعضاء اللي منتشرة دي؟ يا ترى الحقيقة فين؟ أنا دكتورة هند السرفي ودي قصة النهاردة. انتشر في السوشيال ميديا مؤخرا أخبار كتيرة عن وجود شبكة كبيرة لتجارة الأعضاء في الغربية، وإن تم القبض عليهم كلهم متلبسين وكمية إجرام مرتكبة غير مسبوقة، وهم بيفرغوا جثث الضحايا من أعضائهم، قلب وكلى ورئتين وعيون ونخاع شوكي وبلازما دم وغيره. تم ذكر كليات ومستشفيات عريقة جدا، وتم ادعاء إن الدكاترة دول تابعين للجهات دي، ده اللي نشر الرعب بين قطاع عريض من الشعب، خصوصا بعد قضية تجارة الأعضاء المعروفة بين وفاء عامر وبنت الرئيس مبارك حاليا، واللي هي قيد التحقيق لحد دلوقتي ومحدش عارف حقيقة الموضوع. برضه الناس بتسأل مرعوبة، هل هنفضل في نفس الدايرة بالنسبة لشبكة تجارة الأعضاء اللي في الغربية دي؟ برضو أخيرا تظهر حقيقة الموضوع بتصريح رسمي من وزارة الصحة، أكد فيها الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إنه لا صحة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وده بشأن القبض على شبكة لتجارة الأعضاء البشرية بمحافظة الغربية، وبحوزتها 75 طفل وأدوات جراحية حادة بمشاركة 40 طبيب متخصص في الجراحة والتخدير. وضح الدكتور حسام عبد الغفار إن الوزارة تواصلت مع الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص ومع الجهات الأمنية المختصة، واللي بدورها نفت صحة هذه المزاعم بشكل قاطع، مؤكدة أن لا وجود لمثل هذه الواقعة ولم تسجل أي بلاغات بهذا الشأن. فبالتالي اتضح أن الموضوع كله ما هو إلا ترويج إشاعات، والمفاجأة أن نفس البوست ده أصلا انتشر كان موجود من سنة 2021 وكان بنفس الصياغة، وكانت إشاعات برضو، ولكن مع موجة تجارة الأعضاء ووفاء عامر والترند حرك ناس كتير لنشر الإشاعات من جديد. واصلا الثلاث صور المنشوره دي كانت لجرائم تانية في سنه 2020 و2021، منهم صوره لتشكيل عصابي كان بيسرق المحلات في مدينه نصر وهم لابسين ماسك بصوره محمد صلاح. واخيرا بنتمنى ان يتم اتخاذ اجراءات قانونيه صارمه ضد مروجي الاشاعات حفاظا على امن المجتمع والناس اللي بتشارك من رعبها. ولو لاحظنا ان البوستات المنتشره كان فيها جزء بيحث الناس على الشير بطريقه مثيره لعاطفه اي انسان، واللي حصل ده بيأكد اننا لازم نتأكد من أي خبر قبل ما نصدقه أو نشاركه، لأن في لحظة إشاعة ممكن تعمل رعب لملايين. أنا دكتورة هند السرفي ودي كانت قصة النهاردة.